السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. حلقة ما قبل برونزية الأهلي، ما قبل مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية. قبل ما نتكلم في الكورة، رحم الله شهداء فلسطين، ويا رب يثبتهم إن شاء الله ويخرجهم منها على ألف خير، وكلهم رحمة الله عليهم، ونتمنى لهم الخير والتوفيق يا رب إن شاء الله في المحنة اللي هم بيعدوا بيها. في اللي جاي أنا هغير المنهج بتاعي، اتكلم عن الأهلي زي ما اتكلم عن الزمالك. بنتكلم في الكورة ملهاش علاقة بأهلي وزمالك، ده الحلو هنقول عليه حلو، وهنا الحلو هنقول عليه حلو، وكذلك الوحش هنقول عليه وحش، والوحش هنقول عليه وحش في الناحيتين. بنتكلم في الكورة فمفيش اختلاف ما بين الاتنين، مفيش اختلاف ما بين انت ميال لايه او انت بتحب ايه. انت هتتكلم بارقام وهتتكلم باحصائيات، او هتتكلم انت رؤيتك ايه في اللي فات او في اللي جاي فيما يخص ايا كان الفريق مين اللي بيلعب. النهارده الاهلي في الساعة 4:30 عصرا هيلتقي مع اوراوا ريد في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية. هيلعب على ملعب الملك فيصل اللي بيتسع عبد الله الفيصل، اللي بيتسع ل 27,000 متفرج. وانا شايف ان دي نقطة. الاهلي لعب على ماتشات على ملاعب اكبر بكتير من ده، ففي اللي فات كان طبعا الجماهير مالية الاستاد، فكانت بتبقى نقطة قوة كبيرة للاهلي ان هو بيلعب في السعودية كأنه بيلعب في القاهرة بالظبط. فدي كانت نقطة من نقط القوة اللي كان بيعتمد عليها الاهلي في الفترات اللي فاتت. لكن اعتقد ان النهارده فريق اوراوا في المتناول، وهنستعرض ده بالارقام. فريق اوراوا نفسه من مباراه مانشستر سيتي اللي فاتت وارقامه ايه في الدوري، عشان يبين لنا الفريق ده نبقى احنا مجمعين عنه داتا كبيره. طيب تعالى ناخد المباراه اللي فاتت مع مانشستر سيتي، مع طبعا اعترافنا الكامل ان فريق مانشستر سيتي ده في حته تانية خالص، لكن ما ينفعش تبقى الارقام هزيله باللي احنا هنستعرضها مع بعض دي بالمنظر ده. ما ينفعش، ايا كان انت فريق بطل اسيا. فنستعرض الارقام مع بعض. استحواذ الماتش اللي فات 74% لمانشستر سيتي قصاد 26% لاوراوا ريد. طيب تعالوا ناخد التسديدات على المرمى، 9 مقابل 0، مفيش تسديده واحده على المرمى. طب ناخد تسديدات خارج المرمى، ما شطوش حاجه على الجون، يمكن شاطوا حاجه بره الجون. 10 تسديدات خارج المرمى لمانشستر سيتي قصاد ولا تسديده خارج المرمى لاوراوا. طيب نستعرض الركنيات، 7 لمانشستر سيتي قصاد 3. تمريرات الصحيحه 775 تمريره صحيحه لمانشستر سيتي من اصل 826 قصاد الناحيه الثانيه 225 تمريره صحيحه فقط من 289 تمريره كتوتال. الارقام بتبين لنا ان الماتش مش كان وان سايد جيم، ان الماتش كان بيتلعب في ال 18 بتاع اوراوا. وده يبين لك ان هو فريق متواضع، يعني فريق مش فريق كبير. طيب بيلعب ايه؟ بيلعب ب 4-4-2، وده لان هو بيحاول ان هو يدافع بعدد كبير لان امكانيات لاعيبته الدفاعيه ضعيفه. وخليني اقول لك احصائيه تانية، ان هو اقل فريق استقبل اهداف في الدوري الياباني الموسم ده، استقبل 29 هدف فقط، بالرغم من ان هو انهى الدوري في المركز الرابع، الا انه اقوى هجوم في الدوري. وده عشان مش امكانيات لاعيبته عاليه، ده عشان هو بيدافع بعدد كبير. يعني هو الاربعه بتوع خط الظهر بيرجع معاهم الاثنين بتوع نص الملعب، فبيبقى تقريبا بيدافع ب6 او ب7، فبيدافع بعدد كبير. يعني هو بيعرف يدافع كويس، لكن هو امكانيات لعيبته ضعيفه. طيب اللي عنده المشكله فين؟ في ما بين المساكين. الحته دي
اللي هو المفروض ان هو النهارده يستغلها كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو، اللي هيبقى تقريبا الثلاثي الهجومي بتاع الاهلي النهارده. طيب تعالى نتكلم في التاريخ بقى، يعني احنا كده اتكلمنا في اوراوا الماتش اللي فات، تعالى نتكلم في التاريخ. التاريخ الاهلي قصاد تاريخ اوراوا. اوراوا اتأسس 1950 بعد الاهلي ب 43 سنه، فرق كبير كتاريخيا ما بين الناديين. طب نروح للبطولات، ده عامل ايه وده عامل ايه، نقارن حاجه كده ما بين الاثنين. دوري الابطال، الاهلي 11 دوري ابطال افريقيا قصاد 3 فقط دوري ابطال اسيا لاوراوا. طيب نروح للدوري، 43 دوري للاهلي قصاد 5 دوري فقط لاوراوا. الكاس 37 كاس للاهلي قصاد 8 فقط كاس، الله اكبر الله اعظم، 8 فقط كاس لاوراوا. سوبر، الاهلي 13 سوبر مصري، 8 سوبر افريقي قصاد 2 سوبر فقط لاوراوا. توتال 148 بطوله للاهلي قصاد 18 بطوله فقط لاوراوا. تاريخيا طبعا المقارنه مفيش وجه مقارنه محسومه ما بين الاثنين لصالح الاهلي. دي المشاركه رقم 9 للاهلي في كاس العالم للانديه قصاد المشاركه رقم 4 لاوراوا. طيب تعالوا نستعرض مع بعض مين النجوم اللي ممكن النهارده تبقى موجوده في اوراوا. حارس المرمى نيشيكاوا 183 سم، حارس مرمى قصير مش طويل، ما عندوش، حركته خفيفه جدا، عنده مشكله في العرضيات، لكن حركته تحت الثلاث خشبات خفيف، حركته خفيفه، الرياكشن بتاعه الريفلكس بتاعه عالي جدا. حارس مرمى كان بيلعب في منتخب اليابان، كان هو الحارس الاساسي في قطر 2011 في كاس اسيا. حارس مرمى كبير وعنده 37 سنه، فبرضه ده يعني حارس خبره كبير. نروح لخوسيه كانتي ده المهاجم بتاعهم الفيرود. الراجل ده فراك، هو مش هداف. تعال نشوف ارقامه ايه. جاب 8 اهداف في 24 مباراه دوري وصنع جول. ارقام ضعيفه جدا، لكن هو فراك، يعني هو حاجه كده من ستايل مصطفى محمد، باسم مرسي، حاجه اللي هو ايه بيجري على كل كوره وبتاع، يعني فراك. فده بيتطلب من ياسر ابراهيم، من محمد عبد المنعم، ان يلعبوا السهل، ما يطولش الكرة في رجله، لان الراجل ده هيضغط. فالعب السهله، ما طولش الكرة في رجلي كتير. نروح للنجم بتاعهم اتسوكي ايتو، ده لعيب في نص الملعب، ده راجل بيلعب في منتخب اليابان، راجل تقدر تقول بيزق معاهم، بيبقى مركز 10. راجل السنه دي في الدوري لعب 33 مباراه كاملين بتوع الدوري، قدر ان هو يسجل هدفين وصنع 5. راجل عنده 25 سنه، امكانياته كويسه جدا، يعتبر ده النجم بتاعهم هو اتسوكي ايتو. شايف ان الفوارق الفنيه كمان، لو جينا نمسك لعيبه النادي الاهلي، فوارق فنيه وبالذات في الخط الهجومي للنادي الاهلي فوارق كبيره جدا. لو حسين الشحات في حالته، لو كهربا قدر يخترق ما بين الاثنين مساكين، هيقدر ان هو يشكل خطوره كبيره جدا على مرمى نيشيكاوا. تاو لو فايق هيقدر ان هو يخترق، ويقدر ان هو يسبب ازعاج كبير جدا لدفاعات اوراوا. شايف النهارده الاثنين وانا بحضر لاوراوا، شايف ان امكانيات الفنيه للعيبه فرق كبير جدا لمصلحه النادي الاهلي، وده قبل تقريبا حوالي اقل من ساعتين على بدايه المباراه. شايف ان هي هتبقى في مصلحه النادي الاهلي. نستعرض مع بعض التشكيل المتوقع للنادي الاهلي بنسبه ممكن 90%. هيبدا بالشناوي في حراسه المرمى، 2 مساكين، ياسر ابراهيم ومحمد ابراهيم، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول. هيرجع النهارده يلعب بكوكا تاني، اللي هو لعب مباراه اتحاد جده وقدم مباريات. الراجل سنه صغير، قدم مجهود كبير جدا وكان مفيد للنادي الاهلي، لان سنه صغير فبيقدر ان هو في الحته بتاعت نص الملعب دي يملاها. هيلعب بامام عاشور،
قدام الثلاثي الهجومي هيبقى كهربا وتاو وحسين الشحات. استعرضنا مع بعض كل النقاط اللي هتبقى موجودة النهاردة. تحليل الفني ان المباراة هيتسيدها النادي الاهلي لو لعب بنفس الروح اللي لعب بيها قصاد اتحاد جدة، وهيقدر ان هو يحصد البرونزية. اشوفكم على الف خير الماتش الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.